السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع قناة مستر النوبي. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض الصف الأول الإعدادي، درس التاريخ اللي هو عصر المجد الحربي، اللي هو طبعا بيطلق على عصر الدولة الحديثة. وهنا يقابلنا سؤال مهم جدا يا سنة أولى، يقول لنا: ليه يطلق على عصر الدولة الحديثة عصر المجد الحربي؟ لأن ملوكها خاضوا العديد من المعارك التي حققوا انتصارات على أعدائهم، زي ما اتفقنا الهكسوس والحسيين، وبالتالي كونوا أول إمبراطورية في التاريخ. يعني إيه إمبراطورية؟ وده سؤال يجينا لوحده. هي دولة كبيرة مترامية الأطراف، يعني متسعة الأطراف، تسيطر على أراضي وشعوب متعددة بفضل قوتها العسكرية. طيب الإمبراطورية دي امتدت فين؟ في آسيا وإفريقيا، حيث شملت بلاد الشام وبلاد العراق اللي هي ما بين النهرين، وبلاد بنط. طيب تعال نبص كده مع بعض، ايه هم اشهر ملوك عصر الدولة الحديثة؟ طبعا الدولة الحديثة كانت بتمثل الاسرات ال 18 حتى الاسرة العشرين. اول ملوكها احمس. الله، مش احمس ده خدناه في عصر الدولة الوسطى؟ تمام، بس المؤرخين يعني اللي وضعوا التاريخ اعتبروا احمس هو مؤسس الدولة الحديثة. لماذا؟ لأنه حقق انتصارات على الهكسوس. الملكة حتشبسوت حكمت في فترة تزيد عن 20 عام، وكان عهدها سلام وأمن واستقرار. أهم أعمالها: أقامت مسلة في معبد القرنق، وكونت علاقات تجارية مع الدول المجاورة اللي هي بلاد بنط، حيث أرسلت رحلتين تجاريتين، وذلك لتأتي بالبخور والعاج والأحجار الكريمة والأخشاب وجلد الأسود. فما المقصود بالبعثة التجارية؟ مجموعة ترسل بعمل تجاري، هذا العمل بيساعد على تقوية العلاقات التجارية بين البلاد. الملك تحتمس الثالث هو أعظم ملوك مصر الفرعونية في الحرب والإدارة. وده سؤال يجينا باختصار، يقول لك: ما هو دور تحتمس الثالث في مجال الحرب، أو كعقلية حربية أو كعقلية إدارية؟ هنمسك أول حاجة العقلية الحربية، حيث قسم الجيش إلى قلب وجناحين، واخترع حرب المفاجأة والمداهمة. أنشأ أسطول سيطر به على جزر البحر المتوسط وساحل فينيقيا اللي هي لبنان، وانتصر فيه على أمير قادش في معركة ماجدو، وقوى نفوذ مصر في فلسطين وسوريا بعد أن خاض 16 حملة عسكرية بهدف تكوين إمبراطورية مصرية. وبالفعل يا أولاد هو استطاع أن يكون أقدم إمبراطورية في التاريخ، كما أنه ثبت حكم مصر في بلاد النوبة. أما في الإدارة، أحضر أبناء الأقاليم الآسيوية حتى حيث يتعلمون في مصر، يعني جابهم في مصر عشان يتعلموا. هو ليه هدف، عشان يتربوا في مصر ويطلعوا على الولاء والانتماء. كما أنه قوى علاقاته بملوك وحكام البلاد المجاورة، وكسب ود الأمراء الآسيويين، مما ساعد على نشر الثقافة المصرية في بلاده. الملك ابن حطب الرابع أو إخناتون تولى عرش مصر بعد وفاة أبيه ابن حطب الثالث، وكان عمره صغير 16 عام، وتزوج من الملكة نفرتيتي. أهم أعمال هذا الملك ليس له في الأعمال السياسية، بل كان دوره إيه؟ كان دوره ديني، حيث نادى بثورة دينية دعا فيها إلى عبادة إله واحد، وسمى الإله آتون. عشان كده ممكن نحفظها بطريقة سهلة. هو سمى نفسه إخناتون، وعمل عاصمة جديدة سماها أخيتاتون، والإله بتاعه آتون، يبقى هو إخناتون أخيتاتون آتون.
إخناتون، أخيتاتون، آتون، بالترتيب. إخناتون ده اسمه، أخيتاتون عاصمته، آتون إله اللي دعا إليه. يجي لنا سؤال: ما نتائج ثورة إخناتون الدينية؟ يعني الثورة اللي عملها دي أدت إلى إيه؟ طبعا خلت كهنة الآلهة وخاصة الإله آمون صارت ضده، عملت ثورة ضده، وتلك الديانة انتهت بوفاة إخناتون. توت عنخ آمون جه أو حكم بلاد بعد إخناتون. أهم أعماله إن هو أعاد عبادة الإله آمون لمكانتها، وكانت البلاد لم تكن عاصمتها طيبة، فأعاد العاصمة مرة أخرى إلى طيبة. ولكن على الرغم أن فترة حكمه صغيرة وصغر سني، يعني مات في سن صغير، ولكن يعد من أشهر ملوك الدولة الحديثة. لماذا؟ لأنه تعود شهرته إلى مقبرته التي تم اكتشافها عام 1992. يعني 1992 اكتشفت مقبرته التي كانت تحتوي على العديد من الكنوز، وطبعا محتواها يدل على عظمة الفن المصري القديم الذي أبهر العالم كله. رمسيس الثاني أشهر ملوك الأسرة ال19. إيه عمل إيه؟ أعاد النفوذ المصري. خلي بالك إن مصر كانت قبل ذلك، يعني قبل رمسيس الثاني، كانت البلاد التي خاضها أو ضمها تحتمس الثالث قد نزعت من مصر، فأعادها رمسيس الثاني مرة أخرى. يعني بعد ما تولى الحكم بعد توت عنخ آمون، بدأ يعيد نفوذ مصر تاني وهيبة مصر تاني في تلك المناطق بعد أن قلت في عهد إخناتون، وخاض معارك ضد الحثيين استمرت 15 عام، أشهرها معركة قادش. وكانت نتائج تلك المعركة أن انتصر رمسيس الثاني وعقد معاهدة سلام، فكانت أول معاهدة في السلام في التاريخ. وبعد ذلك وقفت الحرب بين الطرفين، ورجعت العلاقات الودية بين البلدين. ما المقصود بالمعاهدة؟ معاهدة يا ولاد يعني اتفاق، دولتين كانوا فيهم مشاكل واتفقوا ان هم مثلا يوقفوا القتال فيما بينهم. دي كانت اعماله الخارجية. طبعا لما هدأت الاوضاع في البلاد بدأ يتفرغ لاعمال الداخلية. ايه بقى اعماله الداخلية؟ اقام 6 معابد، اشهرها معبد ابو سمبل، والتي عملت منظمة اليونسكو على إنقاذ. طبعا معبد أبو سمبل اتعرض للغرق بسبب مياه الفيضان، فتدخلت منظمة اليونسكو لإنقاذ هذا المعبد، يعني نقلت هذا المعبد لعدم تعرضه لمياه الفيضان. أتم بهو الأعمدة بمعبد القرنق، وأقام عدد من المسلات، يعني أنشأ العديد من المسلات، موجود منها لحد هذا الوقت مسلة موجودة في الأقصر، وفي مسلة أخرى أخذت إلى باريس. طيب، إيه هي بقى منظمة اليونسكو يا أولاد؟ منظمة اليونسكو دي منظمة تابعة للأمم المتحدة، مسؤولة عن التربية والعلوم والثقافة. يعني أي أثر في العالم مش في مصر بس يتعرض لأي مشكلات هي بتتدخل لإنقاذه. الملك رمسيس الثالث هو المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين، وهو آخر الفراعنة العظام. أهم أعماله، ده سؤال يجي لنا، يقول لك إن رمسيس الثالث أزال عن مصر خطرا لا يقل عن خطر الهكسوس. إيه هو الخطر ده؟ نجح في هزيمة شعوب البحر المتوسط التي هاجمت مصر بحرا وبرا. بحرا عن طريق مصب نهر النيل الغربي اللي هو طبعا فرع رشيد، وبرا عند رفح، مدينة رفح. وليس ذلك فقط، بل تصدى للقوات الليبيين الذين هاجموا حدود مصر الغربية وهزمهم عند وادي النطرون. ايه اسباب بقى سقوط الدولة الحديثة؟ خلي بالك هنلاحظ ان اسباب السقوط متشابهة في ايه؟ في حكم ملوك ضعاف. هنلاحظ الموضوع ده، يعني في الدولة القديمة ضعف الملوك، في الدولة الوسطى ضعف الملوك بعد نمنحات الثالث، في الدولة الحديثة ضعف الملوك بعد رمسيس الثالث، مع بقى ايه؟
زيادة نفوذ الكهنة. الكاهن اللي هو اللي يعتبر خاص بقائم على رعاية الآلهة، نفوذهم بقت تزيد، عايز ينافس الملك على العرش، وبالتالي أدت إلى إسقاط الدولة الحديثة. العصر المتأخر اللي هو الإضمحلال الثالث، طبعا ده بيشمل الأسرات ال21 إلى الأسرة الثالثة. وجاء هذا العصر بعد سقوط الدولة الحديثة. سادت مصر بعد سقوط الأسرة ال20 وانتهاء الدولة الحديثة حالة من الضعف عرضتها طبعا للأطماع الخارجية. طيب هنا بقى هنلاحظ ان في فترة ظهرت فيها نوع من انواع الاستقلال والازدهار في مصر بعد ما تولى الحكم في عهد إبسماتيك الأول اللي هو مؤسس الأسرة ال26. طبعا هو كان أمير لمدينة سايس، وهو أهم أعماله إن هو استرد لمصر حريتها مرة أخرى بعد أن كون جيش قوي، ونجح اللي هو يطرد الآشوريين من مصر بعد أن غزوا مصر عقب انهيار الدولة الحديثة، وضم إقليم منف، وعمل على تنمية التجارة الخارجية مع المدن الفينيقية. طيب الملك ناخاو ده اللي جه بعد إبسماتيك الأول، أعاد حفر قناة سيزوستريس، وأرسل بعثة من الفينيقيين للدوران حول إفريقيا. تخيل البعثة دي قعدت قد إيه؟ قعدت 3 سنوات، طبعا دوران حول قارة إفريقيا. آخر حاجة هنتكلم عنها نهاية الحكم الفرعوني. غزا الفرس مصر عام 525 قبل الميلاد، وقضوا على الأسرة ال26، واستمروا يحكمون البلاد حتى الأسرة ال30. وتعاقب على حكم مصر بعد الفرس كلا من، يعني اللي جه بعد الفرس بعد ذلك بقى مين؟ اليونانيين والبطالمة، ودول اللي احنا هنتكلم عنهم إن شاء الله في الترم الثاني، والرومان، حتى جاء الفتح الإسلامي لمصر. مصر بقى فتحت وأصبحت إسلامية عام 641 بعد أن فتحها عمرو بن العاص، وذلك في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ونلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.